قبل ما نبدأ الفيلم، لو ما شفتش تلخيص ال3 أجزاء اللي فاتوا هتلاقيهم في البلاي ليست دي. اتفرج عليهم الأول وتعالى اتفرج على تلخيص الجزء الرابع. بيبدأ الجزء الرابع بكاتنس بعد ما بدأت تفوق من التعب شوية، لكن أحبالها الصوتية بتكون لسه مصابة لأنها كانت بتتكلم بصعوبة. وبعدها بلوتارك بيروح لها عشان يطمن عليها، وبتقول له إن هي عايزة تروح تشوف بيتا، بس بيقول لها لا، ما ينفعش تروح له لأنه دلوقتي ممكن يأذيها. وبيقول لها إنهم ودوا روز تتكلم معاه. وبعدها كاتنس بتروح تراقب بيتا من الأوضة عشان تشوف هيعمل إيه مع روز. وروز بتروح وبتحاول تعالجه بالصدمة، وبتقول له إن أهله كلهم ماتوا في المقاطعة رقم 12 وسنو هو اللي قتلهم. وبيتا بيفقد أعصابه، بيقول لها كاتنس هي سبب في كل اللي حصل، وبيقول إنه هيقتلها قبل ما تدمرهم كلهم. وساعتها كاتنس بتتصدم وبتفهم إن بيتا بقى شخص تاني خالص غير اللي هي تعرفه. وبعدها كاتنس بتروح لكوين وبتقول لها إن هي قررت تروح للكابيتول عشان تخلص على سنو، بس كوين بتقول لها إن هما مش مخططين إنهم يقتلوا سنو دلوقتي، وإن هما أصلا مش هيعرفوا يوصلوا للكابيتول غير لما يسيطروا على المقاطعة رقم 2، لأن معظمهم تبع سنو وعندهم استعداد يعملوا أي حاجة عشانه حتى لو هيضحوا بحياتهم. وكاتنس بتقترح عليها إن هي تروح تتكلم مع المدنيين والثوار في المقاطعة رقم 2، يمكن تقدر تعرفهم حقيقة سنو وتغير رأيهم. وكوين بتوافق وبتعجبها الفكرة، وفعلا بعدها على طول كاتنس بتتحرك هي وفريقها بالطيارة على المقاطعة رقم 2. ولما بيوصلوا بيقابلوا رئيسة المقاطعة رقم 2 اللي بتقول لهم إن هي مش قادرة تسيطر على المقاطعة لأن كل المدنيين والجنود بتوع المقاطعة عايشين جوه الجبل، وأي حد بيفكر يقرب لهم بيقتلوه. وجيل بيقترح عليهم يفجروا الجبل، وساعتها جزء منهم هيموت والباقي هيطلعوا من الجبل عشان يهربوا. وساعتها هم يروحوا يستنوهم عند القطر اللي هيبقوا عايزين يهربوا فيه ويقبضوا عليهم. والفكرة بتعجب رئيسة المقاطعة جدا، وفعلا بعدها بيدوا أمر للطيارات يتحركوا باتجاه الجبل عشان يفجروه. بس كاتنس ما بتكونش عاجبها الفكرة دي، وبتكون شايفة إن في عدد كبير جدا من المدنيين هيموتوا، بس جيل بيقول لها إن كلهم يستحقوا الموت لأنهم واقفين مع سنو. وبعدها كاتنس بتاخد الفريق بتاعها وبيروحوا عند القطر اللي جواه المدنيين وبيوقفوه. وساعتها واحد بينزل من القطر وبيهدد كاتنس بالسلاح، وكاتنس بتقول له إن هي جاية عشان تنقذهم مش تأذيهم، وبتقول لهم إن سنو هو عدوهم الحقيقي وهو سبب في أي خراب حصل. والراجل بيطمن لها وبينزل سلاحه. وساعتها كاتنس بتقول خطاب لسكان المقاطعة، بس وهي بتقول الخطاب واحد من الأهالي بيضربها برصاصة. ومن الناحية التانية بنشوف سنو هو عامل اجتماع وبيحتفلوا بموت كاتنس، وسنو بيقول لقائد الجيش إنه خسر كل جنوده بتوع المقاطعة رقم 2، وإن كل الثوار دلوقتي أكيد في طريقهم للكابيتول عشان يقتلوه. وجات له فكرة إنه سهل لهم الطريق للعاصمة وساعتها يعمل لهم فخ ويخلص منهم كلهم. وقرر إنه بعدها هيقلب الكابيتول لساحة الألعاب الكورة، يعني كل جزء من المدينة هيكون فيها فخ، وكده كل مدينة هيبقوا كأنهم جوه اللعبة بالظبط، وأي حد هيدخلها مش هيعرف يخرج منها تاني لأنه ببساطة هيموت. بس فجأة قائد الجيش بيموت لأن سنو بيكون حاطط له سم في المشروب، لأنه فاشل وخسر سنو كل الجنود في المقاطعات، وحتى العايشين منهم بقوا مع كاتنس وفي صفها. وبنروح للمقاطعة رقم 13 وبنكتشف إن كاتنس في المستشفى لأنها كانت لابسة بدلة مضادة للرصاص، وكانت متوقعة إن هي ممكن تتضرب بالرصاص في أي وقت. وهي ميتش بيروح لها وبيقول لها إن هي لازم تتكلم مع بيتا، بس هي بتقول له إن هي خايفة من ردة فعله. بس هي ميتش بيقول لها إن هو بيعمل كده لمصلحتها لأن طريقة العلاج الوحيدة إنهم يحاوطوا بيتا بذكرياته القديمة. وفعلا كاتنس بتدخل الأوضة لبيتا وبتحاول تتكلم معاه وبتحاول تفكره بكل ذكرياتهم مع بعض، بس هو بيقول لها إن هو ندمان على كل مرة ساعدها فيها. وكاتنس بتيأس وبتسيبه وتمشي. وبعدها بتروح لكوين وبتقول لها إنها عاوزة تنضم للجنود اللي هيروحوا العاصمة، بس كوين بترفض وبتقول لها إن حياتها مهمة جدا بالنسبة للشعب لأنها رمز الثورة. وبالليل كل سكان المقاطعة رقم 13 بيحتفلوا بفرح فينيك وإني كريستا، وساعتها كاتنس بتلاقي إن ده وقت مناسب وكله مشغول في الفرح عشان تهرب وتروح تنضم للجنود اللي هيروحوا للعاصمة. وبتساعدها جوهانا وبتقول لها إن في طيارة إمدادات هتتحرك بالليل عشان تروح لمعسكر الجنود اللي في المقاطعة رقم 8، وبتقول لها إن هي تقدر تهرب فيها. وكاتنس بتحب الفكرة وفعلا بتروح تدخل الطيارة من غير ما حد يشوفها. وبعد ما بتوصل لمعسكر الجنود بتقابل جيل اللي بيتفاجئ إن هي موجودة هنا، بس بتشوف كوين وما بتكونش مستغربة إن كاتنس في المعسكر لأنها كانت متأكدة إن كاتنس مش هتسمع كلامها وهتروح وتنفذ اللي في دماغها. وبتلاقي إن فينيك وصل للمعسكر وقرر ينضم للجنود. وبعدها بوكس بيعمل اجتماع للجنود وبيقول لهم إن هو هيبقى القائد بتاعهم، وبيعرفهم على الملازمة جاكسون، وبيقول لهم إن هي هتبقى القائد بعده لو مات. وبوكس بيقول لهم إن هم مش رايحين عشان يقتلوا حد، وإن كل مهمتهم إن هم يصوروا حملات إعلانية في الكابيتول
عشان يوثقوا كل حاجة بتحصل هناك، لأنهم هيكونوا الواجهة الإعلامية للحرب. وبيدي لكل واحد فيهم حباية دواء مسممة، وبيقول لهم في حالة إن أي حد فيهم اتقبض عليه يطلق الحباية دي ويبلعها. وبيقول لهم إن سنو عمل أنواع جديدة من الأفخاخ في الكابيتول اسمه الحواطن، وده فخ بيقتل أي حد قدامه. بس بوجز معاه جهاز اسمه الهولو، والجهاز ده بيقدر يكشف كل الفخاخ والحواضن اللي موجودة في الكابيتول. والجهاز ده فيه خريطة للشوارع اللي في الكابيتول كلها. وبعدها كاتنس بتتحرك مع الجنود للكابيتول، وبيستعملوا مكان الهولو وبيكتشفوا مكان أول فخ وبيدمروه بكل سهولة. وبعد ما بيمشوا كتير بيقعدوا ويرتاحوا، وبيلاقوا بيتا وصل لهم وبيعرفوا إن كوين هي اللي بعتته عشان تعرف سنو إن بيتا بقى حليفهم. بس كل الجنود ما بيكونوش مرتاحين لبيتا وهو معاهم، فبيقرروا يربطوا إيديه. وبعدها بينظموا بعض كل واحد يقف وقت معين مراقبة عليه عشان يضمنوا إنه ما يعرفش يعمل لهم حاجة. وبعدها كاتنس بتروح لبوجز وبتقوله إنها مش مرتاحة لوجود بيتا، وبتكون مستغربة ليه كوين بعتته مع إنها عارفة إنه ممكن يأذيها. وبوجز بيقول لها إن ده طبيعي لأن كوين ما بتحبهاش زي ما هي فاكرة، لأن بعد ما الحرب تنتهي هيكون في انتخابات، وكوين خايفة من الشعب إنه ينتخب الرئيس اللي كاتنس هتنتخبه. وبكده كاتنس بقت مصدر تهديد لكوين، لأن كوين مخططة إن هي هتفوز بالانتخابات، وعشان كده ممكن تكون بعتت بيتا عشان يقتلها من غير ما هي تعمل ده بنفسها. بس بوجز بيقول لها إنه مش هيسمح لأي حد إنه يأذيها، ولا هيسمح إن كوين تنفذ خطتها دي. وتاني يوم بيكملوا الجولة بتاعتهم في الكابيتول لحد ما بيلاقوا مكان مناسب لحملتهم الإعلانية، وبيكتشفوا جهاز الهولو المكان فخ كمان وبيقدروا يتفادوه. وبعدها بيكملوا الجولة، بس للأسف بوجز بيقع في فخ وبيتصاب إصابة خطيرة، وبيسلم جهاز الهولو لكاتنس وبيقول لها ما تثقش في أي حد مهما كان، وبيموت. وفجأة بنت من الجنود بتدوس على فخ تاني، وكل الأبواب بتتقفل من حواليهم، وبينتشر في المكان مادة سودة مميتة بتموت أي حد لمجرد إنها لمسته. وبيجروا كلهم لحد ما بيستخبوا في مبنى. وبعدها الملازمة جاكسون بتطلب من كاتنس إنها تسلمها جهاز الهولو لأن هي قائدتهم الجديدة بعد بوجز. بس كاتنس بترفض وبتقول لها إن بوجز سلمها الجهاز وإنه مش هيشتغل غير بأوامرها هي. وبتستغرب جاكسون ليه بوجز عمل كده، وساعتها كاتنس بتبدأ تكذب عليها وتقول لها إن هي متكلفة بقتل سنو، عشان كده بوجز سلمها الجهاز قبل ما يموت. بس الملازمة جاكسون ما بتصدقهاش وبترفع عليها السلاح. بس كل الجنود بيقفوا مع كاتنس وبيدافعوا عنها، وكل الجنود بيقولوا لجاكسون إن كاتنس فعلا متكلفة بقتل سنو، وبتصدقوا جاكسون وبتوافق تسيب الجهاز مع كاتنس. وبعدها بيلاقوا بنت من الجنود مصابة ومش عارفة تتحرك، وفي بنت تانية بتقرر تفضل معاها في المبنى. وكاتنس وجاكسون وباقي الجنود بيتحركوا وبيروحوا يستخبوا في مبنى تاني، وبيشوفوا جنود سنو وهما بيدمروا المبنى اللي كانوا مستخبيين فيه، واللي للأسف بيكون جواه البنت المصابة والبنت اللي فضلت معاها. وجنود سنو بيكونوا فاكرين إن هما قتلوا كاتنس، وكل الأخبار بتكون بتتكلم عن قتل كاتنس والجنود اللي معاها. وبعدها سنو بيطلع لايف وبيحتفل مع حلفائه بقتل كاتنس، وبيقول عليها كلام مش حقيقي عشان يشوه صورتها قدام الشعب. بس فجأة كوين بتخترق اللايف بتاعه وبتقول للشعب ما يصدقوش كلامه، وبتقول لهم إن كاتنس هتفضل في قلوبهم حتى لو ماتت، وإنهم لازم يستمروا في المقاومة. وبعدها كاتنس والجنود بيقدروا يحددوا مكان القصر الرئاسي، وبيكون على بعد 75 شارع من المبنى اللي هم فيه، وبيبدأوا يتحركوا على القصر من خلال أنفاق الصرف الصحي. وبنشوف مساعدة الرئيس سنو وهي بتصحيه، وبتقول له إن كاميرات المراقبة جابت كاتنس والجنود اللي معاها ماشيين في أنفاق الصرف الصحي، وسنو بيتصدم لأنهم المفروض ماتوا. وبيقول لها إنها تبدأ مباراة ألعاب الجوع الجديدة تحت الأنفاق، وتبعت لهم كائنات مفترسة تخلص عليهم في النفق. وبنشوف كاتنس والجنود وهم ماشيين في النفق، وبيقرروا يرتاحوا شوية من المشي. ساعتها بيتا بيقول لكاتنس إنه ظالمها، وإنهم في الكابيتول لعبوا في دماغه وقدروا يتحكموا في ذكرياته القديمة عشان يكرهها. بس هو دلوقتي متأكد إن الذكريات دي مزيفة، وبقى حاسس إنه بدأ يرجع زي الأول. وبيقول لها إنها ما تخافش منه لأنه مستحيل يأذيها تاني. وبعدها كاتنس بتسمع صوت في النفق وبتروح تشوف إيه الصوت ده. بعدها بيتا بيصحى من النوم وبيكتشف إنها مش موجودة، وبيقول لباقي الجنود إن هي اختفت وبيدوروا عليها، وبيلاقوها فعلا. بس فجأة الكائنات المفترسة تهجم عليهم، وللأسف بيقتلوا عدد كبير جدا من الجنود، وفينيك بيكون واحد منهم. وما بيفضلش غير كاتنس وبيتا وتلاتة كمان، وبيهربوا هما الخمسة لحد ما بيوصلوا لبيت واحدة اسمها تايجرس. والحسن حظهم البنت دي بتكون واحدة من ضمن الناس المتمردة على الرئيس سنو، وبيقرروا يستخبوا عندها. وبعدها كاتنس بتعترف لهم إن محدش كلفها بقتل سنو، وإن كل ده كان خطة عشان ما تسيبش جهاز الهولو زي ما بوجز قال لها.
وبتعتذر لهم لأن كل اللي ماتوا دول ماتوا بسببها، وبيقولوا لها ما تعتذرش لأنهم عارفين أصلا إن هي كانت بتكذب، وإن هم قرروا يصدقوها بمزاجهم عشان هم كمان عايزين يقتلوا سنو. وبعدها سنو بيطلع لايف قدام سكان بنيم وبيقول لهم إنه قرر يستضيفهم في القصر بتاعه، وإنه هيحميهم من كل الثوار والمتمردين، وإنه هيقدم لهم كل الخدمات اللي هم عايزينها، وإنه هيفضل يحميهم لحد ما يموت. وبتلاقي كاتنس إن دي أنسب فرصة تدخل فيها القصر وسط الزحمة، وبتقرر تاخد جيل ويروحوا القصر، وبيتا بيطلب منها يروح معاهم بس كاتنس بترفض لأنها خايفة عليه ومش عايزة تخسره تاني. وكاتنس وجيل بيودعوا الفريق وبيتحركوا للقصر، وبعدها بيوصلوا لمكان قريب من القصر وبيلاقوا عدد كبير جدا من الناس قدام القصر. وكاتنس بتتحرك وهي مخبية وشها عشان محدش يعرفها، بس فجأة بيتضرب عليهم صواريخ من الثوار والمتمردين، وبيحصل اشتباك بين الثوار وجنود سنو، وساعتها كاتنس وجيل بيجروا عشان يدخلوا القصر، بس بيحصل انفجار فجأة وبيتوهوا من بعض. وبعدها للأسف كاتنس بتشوفهم وهم قابضين على جيل، وبتحس بالعجز لأنها مش عارفة تساعده وتعمل له حاجة، بس بتكمل خطتها وبتجري لحد ما بتوصل لبوابة القصر. وبعدها جنود سنو بيطلبوا من الأهالي يسلموهم كل الأطفال عشان يدخلوا الأطفال الأول ويبقوا في أمان. وفجأة بينزل على الشعب كبسولات من الطيارات، والشعب بيفكروها أكل وبيمدوا إيديهم عشان ياخدوها، بس فجأة كل الكبسولات اللي مسكوها بتنفجر وبتقتل عدد كبير جدا من الشعب والأطفال، بس كاتنس ما بيحصلهاش حاجة. وبتتفاجئ وبتلاقي روز أختها قدامها، وبتكون من ضمن فريق الإسعاف اللي بينقذوا الناس، وبتروح لها بس فجأة بيحصل انفجار تاني وكاتنس بتفقد الوعي. وبعد فترة كاتنس بتفوق وبتلاقي نفسها في المستشفى، وبتلاقي هاميتشي وأمها، وبيقولوا لها إن روز ماتت في الانفجار، والحرب انتهت بعد ما سنو نزل الكبسولات المتفجرة وناس كثيرة ماتت. وبيقولوا لها إن بعدها كل قادة الجيش وحرس القصر انقلبوا على سنو وشالوه من منصبه لأنهم ما تحملوش منظر الجثث اللي كانت مرمية في كل مكان. وبعد فترة كاتنس بتروح القصر الرئاسي مع إيفي، وبيكون ليها أوضة خاصة في القصر، وبتروح للمكان اللي محتجزين فيه سنو وبتواجهه في كل الجرائم اللي عملها. وسنو بيقول لها إنه كان هيتنازل عن منصبه بعد ما الكبسولات المتفجرة قتلت الناس، وبتسأله إزاي وهو أصلا اللي منزل عليهم الكبسولات دي، بس بيصدمها وبيقول لها إنه ملوش أي علاقة بالكبسولات دي، وإن كوين هي اللي عملت كده عشان تخلي الجيش والحرس انقلبوا عليه، وإن كل ده خطة ذكية من كوين عشان تمسك هي الحكم من بعده، وإن هي أسرع منه وما اهتمتش بأرواح الأطفال الأبرياء. وكاتنس بتكون مصدومة في كوين وبترجع لأوضتها اللي في القصر وبتفكر إزاي تنتقم من كوين. وبعدها جيل بيدخل عليها وبيقول لها إن كوين عاملة اجتماع مع حلفائها وعايزاها تكون موجودة. وكاتنس بتروح الاجتماع وبتكتشف إن كوين اتغيرت تماما وبقت أسوأ من سنو بكتير. وكوين بتقول في الاجتماع إن هي دلوقتي الرئيسة مؤقتة للبلد لحد ما يعملوا انتخابات، وبتقول لهم إنها قررت إنها مش هتهدم سنو حلفائه، وإنها تعمل مباراة ألعاب جوه ليهم عشان يقتلوا في بعض وتخليهم يعملوا في بعض اللي كانوا بيعملوه في الناس. وكل اللي قاعدين بيتصدموا من القرار ده لأنهم أصلا كانوا عايزين يلغوا ألعاب الجوع خالص، وبيحسوا إن مفيش فرق بينها وبين سنو. بس كاتنس بتقول لها إن هي موافقة على الفكرة دي بس بشرط إن هي تقتل سنو بنفسها قدام كل الناس. وكوين بتعجب بالفكرة وبتوافق. وبعدها كاتنس بتجهز نفسها عشان تقتل سنو، وبتوصل لساحة الإعدام اللي بيكون عدد كبير جدا من الشعب فيها. وكاتنس بتمسك السهم وبتوجهه على سنو، بس فجأة بترفع السهم على كوين وبتقتلها. وبعدها كل الثوار بيهجموا على سنو وبيقتلوه، وبيقبضوا على كاتنس وبيحبسوها لحد ما يشوفوا هيعملوا معاها ايه. وبعدها ياميتش بيروح يزورها وبيقول لها انه فخور جدا بيها، وبيطلع لها رسالة من بلو اللي بيكون كاتب لها انه فخور جدا باللي هي عملته لأن بسببها هيكون في انتخابات عادلة لأول مرة في البلد، وبيقول لها إنها هيتم الإفراج عنها النهاردة وإنها ترجع بيتها القديم تعيش حياتها تاني بشكل طبيعي. وبعدها فعلا بتوصل لبيتها بس بتكون حزينة جدا بسبب كل الناس اللي خسرتهم في الحرب، وبتكون حاسة بالوحدة. بس بعد كام يوم بتلاقي بيتا جالها وبيقول لها إنه رجع عشان يعيش معاها، وبيقول لها إن أمها بقت تتدرب الوحدات الطبية في العاصمة، وعينوا جيل قائد المقاطعة رقم 2، والناس انتخبت بايلور عشان تكون رئيسة البلد الجديدة، وبايلور دي اللي كانت رئيسة المقاطعة رقم 2. وبعدها كاتنس وبيتا بيتجوزوا وبيخلفوا طفلين وبيكونوا عايشين حياة في منتهى السعادة والهدوء. وبيخلص الفيلم. استنوا تلخيص الجزء الخامس قريب اللي بيحكي كل الأحداث اللي حصلت قبل ال4 أجزاء. وما تنساش تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب للقناة لو الفيديو عجبك.